اهلا وسهلا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة من الفيديوهات اللي كان نفسي اعملها جدا من اول ما بدأت معاكم تلابيب الكتب، وهو اني اقرأ كتب كتير طول السنة واجي على نهاية العام اكلمكم عنها كلها في فيديو واحد. والحمد لله اني قدرت اقرأ كم لا بأس به العام الماضي. والحقيقة ان الفيديو ده كان المفروض يكون مع نهاية السنة او يعني بداية السنة الجديدة في اولها كده، ولكن ان تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي. دي قاعدة ذهبية في حياتي وبتعبر عني جدا. والحقيقة كمان ان كان في فيديوهات تاني كانت اولى اني انزلها وحاجات كنت بعملها فأجلت الفيديو شوية. السنة اللي فاتت ما كنتش حاطة هدف او خطة للقراءة او عدد معين للكتب اللي كنت عايزة اقرأها يعني، فقرأت حوالي 16 كتاب متنوعين نوعا ما. لكن السنة دي مختلفة لاني ناوية ان شاء الله اضاعف العدد ده واقرأ كمان القراءة ما تكونش عشوائية، واحاول اقرأ في موضوعات مختلفة اكتر وانواع جديدة من الادب لم اقرأها من قبل. في البداية هسرد معاكم الأعمال الأدبية من الروايات والقصص القصيرة والمسرحيات بترتيبها من الأفضل للأقل من وجهة نظري. فيلا نبدأ. رواية قواعد جاردن، رواية دقات الشامو، رواية أمواج أكمة، رواية البيت لم ينسى، سلسلة ما وراء الطبيعة، رواية ألام صوفي، مسرحية عدو البشر، رواية أسطورة الرجل الذئب أو مصاص الدماء برضو من سلسلة ما وراء الطبيعة، رواية خواطر حمار، المجموعة القصصية لعبد التواب يوسف اللي كانت بعنوان عظيمة يا مصر، رواية ليس الآن، وأخيرا مسرحية آت من الجنوب. إذن أفضل 3 روايات قرأتهم في 2022 هم ثلاثية قواعد جاردن للكاتب عمرو عبد الحميد. الثلاثية دي يا جماعة أنا هحاول أنساها علشان أقرأها تاني. قبل ما ننتقل للكتب غير الروائية، تعالوا أقول لكم عن أجمل غلاف عجبني وكان معبر جدا عن محتوى الكتاب، ألا وهو غلاف المجموعة القصصية لعبد التواب يوسف اللي بعنوان عظيمة يا مصر. وعامة الكتاب ده كان جميل جدا بشكل عام. دلوقتي بقى تعالوا نشوف الكتب غير الروائية اللي قرأتها في 2022، وبرضه هرتبهم من الأفضل للأقل، مش هقول للأسوأ، لأن أي كتاب بتقرأه بتستفاد منه أي شيء لا يمكن أن تصفه بالسوء أبدا. في النهاية الكتاب جهد يجب أن يحترم، ولكن هو تقييم لتجربة القراءة نفسها. فالكتب كانت كالتالي: كتاب الهشاشة النفسية، كتاب الخروج عن النص، كتاب حاول أن تروضني، كتاب حدث في رمضان، وأخيرا كتاب عبودية الكراكيب. إذن أفضل كتاب قرأته في العام 2022 هو كتاب الهشاشة النفسية لدكتور إسماعيل عرفة. أما بقى عن أجمل غلاف كتاب، جائزته ذهبت إلى كتاب حاول أن تروضني. هو من أكتر أغلفة الكتب اللي حبيتها جدا وكانت معبرة فعلا عن مضمون الكتاب. ده كده كان حصاد العام والكتب اللي قرأتها، وعملت لكم مراجعات لأغلبها في فيديوهات سابقة. هحط لكم لينكات الفيديوهات دي في صندوق الوصف أو في الديسكريبشن بوكس. يتبقى بقى معانا 3 كتب بس ما كلمتكمش عنهم قبل كده، والحقيقة اني قعدت افكر اخليهم في فيديو لوحدهم او مثلا احطهم مع القراءات القادمة، وبعدين قلت خلاص هكلمكم عنهم في الفيديو ده. قراءاتي الأخيرة في 2022 ما كانتش كتير، لأني من شهر 7 ومن بعد الانتهاء من رواية ليس الآن حصل لي بلوك قراءة، وانشغلت برضو في حاجات تانية لحد شهر 11. وبالصدفة البحتة لقيت عندي آب على الموبايل اسمه بودكاست. طبعا البودكاست نفسه شكل من أشكال إنتاج المحتوى، وموجود على مجموعة من التطبيقات والمواقع زي اليوتيوب مثلا. المهم إني لقيت قنوات كتير، منها اللي بيعمل برامج تعليمية وترفيهية وعلمية ومسلسلات، ومنها اللي خاص بالكتب الصوتية، ولقيت كمان قناة خاصة بأعمال الكاتب أحمد خالد توفيق. وعن طريق البودكاست ده
قدرت اني استمع لروايتين من سلسلة ما وراء الطبيعة، هما رواية أسطورة الرجل الذئب، دراكولا مصاص الدماء، ورواية البيت لم ينسى. وإن شاء الله في فيديو تاني هكلمكم عن تجربة الكتب الصوتية، عجبتني ولا لأ، طب ايه اللي عجبني ايه اللي معجبنيش، وهنجمع كمان الكتب اللي سمعتها بشكل صوتي، بس مش دلوقتي علشان لا هو وقت الفيديو ولا موضوع. تعالوا نرجع للقراءات الأخيرة اللي قرأتها في 2022 وأكلمكم عن الروايتين اللي سمعتهم من البودكاست الخاص بالكتب الصوتية للكاتب والدكتور أحمد خالد توفيق. الحقيقة أن الروايتين دول من سلسلة ما وراء الطبيعة كانوا ممتعين جدا، وأن أول مرة أقرأ في أدب الرعب ويعجبني وتكون تجربة لذيذة وخفيفة. الأسلوب أدبي مشوق جدا وجميل وبدون تعقيد خالص. رواية دراكولا والبيت لم ينسى، الرواية دي اتعملت مسلسل حولته نتفليكس لمسلسل، والروايتين بيقدم فيهم معلومات علمية أو حقائق، يعني بيفند فيها أساطير وخرافات الناس بتصدقها بس بشكل ذكي جدا وسلس جدا. يعني مثلا بيتكلم عن عودة دراكولا كل 10 سنين في ميعاد معين، وقد ايه الناس بتهتم بده وبتصدقه وبتبحث فيه، والحقيقة ان كل دي أساطير وخرافات. أو إن مثلا في بيت قديم ملعون عنده طاقة معينة فبيجسد بيها مواقف الناس بتشوفها بس علشان هي مهيئة لده في ظروف نفسية معينة، وهكذا. فأنصحكم بشدة إنكم تقرأوا الروايات والقصص دي، وأنا برضو هكمل هذه القصص من سلسلة ما وراء الطبيعة. تعالوا بقى أكلمكم عن آخر رواية، وهي الرواية اللي يعني زي ما بحكي لكم عملت لي بلوك قراءة، بعدها بقيتش عارفة أقرأ حاجة تاني. هي رواية ليس الآن لهالة البدري. الرواية دي أخدت مني وقت طويل جدا في قراءتها، كنت تايهة فيها بشكل كبير، شخصيات فيها كتير وأحداث مبنية على مجهول بالنسبة لي، ولدرجة ان انا فكرت ان انا اعمل شجرة عيلة كده عشان اعرف مين قريب مين ابن عم خال مين، والدنيا عندي كانت داخلة في بعضها لحد فين وفين بقى لما بحثت على جوجل واكتشفت ان الرواية اللي انا بقرأها دي هي الجزء الثاني من رواية تانية بعنوان منتهى. يعني الرواية الاولى اسمها منتهى، والرواية الثانية الجزء الثاني اسمها ليس الآن. والمنتهى هي قرية خيالية في مصر، الكاتبة بتؤرخ الحقبة الزمنية في الرواية اللي هي ليس الآن من أوائل الخمسينات والثورة وأوضاع الناس لحد ما بعد حرب أكتوبر ومشارف التسعينات كده. إسهاب في سرد التفاصيل خلاني مش منسجمة خالص مع القراءة، ولكن الكاتبة متمكنة جدا من لغتها وتفاصيلها ومصطلحاتها، بتوصف أدق التفاصيل فبتخليك تعيش جوه دوار العمدة، وكأنك يعني حسيت في الأول كده كأني بتفرج على مسلسل الوتد مثلا، يعني حاجة شبه كده. بتحكي كمان عن الأساطير اللي كانت منتشرة في الأرياف زمان زي جنات الترعة والنداهة، فأنا الحقيقة كنت مبسوطة بالصور دي جدا أكتر حاجة. لكن طول الرواية مفيش حدث معين انت متتبعه عشان تعرف ايه اللي هيحصل في الآخر، لا بالعكس، انت كل شوية بتفصل. ويعني انا عن نفسي كملت الرواية دي بس عشان انا بحبش ابدأ حاجة واسيبها، يعني لازم اخلصها حتى لو مش عجباني. فيعني الرواية باختصار وصف وسرد مبالغ فيه لمجموعة من الشخصيات والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بشكل غير مباشر طبعا وملتوي جدا، بتخلق صور وأحداث كأنك بتحلم أحلام عصاري كده، ما حاجات ملهاش علاقة ببعض، علشان في الآخر الكاتبة عايزة تقولك حاجة بشكل غير مباشر. ولكن برضه عشان ما أكونش ظالمة، جزء التاريخ هو اللي سند الرواية جدا عندي وخلاني أديها 3/5 رغم كل شيء. بس كده، ده كان فيديو النهاردة، أتمنى ان هو يعجبكم، وشكرا جدا على دعمكم ليا، واشوفكم على خير في فيديوز تانية كتير، والسلام عليكم.